حكومي رفيع المستوى مرفوقا بالصحافة الوطنية والدولية للوقوف عن كتب عن الملف المطلبي الشعبي التي ترفعه ساكنة الحسيمة منذ شهور. وأوضح مصدر مطلع من هناك أن الوفد الحكومي يتشكل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد القادر عمارة وزير تجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والحسين الوردي وزير الصحة، وشرفات أفلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال. وحسب المصدر ذاته فإن هذا الوفد الحكومي المهم من المنتظر أن يقوم اليوم بزيارة لمجموعة من الأوراش التي تعرفها مدينة الحسيمة للوقوف على جديدها والمراحل التي وصلت إليها. إذا أعجبك الفيديو من قناتنا أخبار المغرب لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك تعليق، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن بقناتنا وفعلوا زر الجرس.